بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. كما تتبعتم معنا اليوم حضوركم لأول جلسة رقمية بمحاكم المملكة. هذه الجلسة الرقمية هي كانت نتاج واحد عدة محاولات وإرهاصات. كانت البداية حتى نصل إلى الجلسة الرقمية أو المحكمة الرقمية بمفهومها الدقيق والحقيقي. ابتدأنا في اشتغال في هذه المحكمة على المكاتب الأمامية أو ما يصطلح عليه بالفرونت أوفيس. هذه المكاتب كان لها الأثر الطيب في حوسبة جميع الإجراءات وجميع التطبيقات، بحيث أن جميع الملفات تم تضمينها وتحيينها، بل أن عملنا على عند فتح هذه الملفات ربطها بالصندوق واستخراج ورقمنتها إلكترونيا، بمعنى أن أي مواطن أي متقاضي أي محامي يقدم مقاله الافتتاحي إلى المحاسب بالصندوق فيأخذ وصله برقم الملف وترميزه وتاريخ جلسته ومقرر الذي سوف ينظر القاضي المقرر سوف ينظر في قضيته والاستدعاءات التي سوف يتكلف بها المفوض القضائي. من هنا جاءت فكرة الاشتغال على الجلسات أو المحاكمات الرقمية، وبالفعل قمنا بمسح ضوئي لجميع الملفات. بدأنا بالجلسات قضايا القرب، ثم جلسات المسؤولية التقصيرية، ثم جلسات الاجتماعي سواء نزاعات أو حوادث، وختاما بجلسة الأكرية والتي ترأستها الأستاذة نعيمة ختو، وهي بالمناسبة تعتبر في نظري أول قضية قامت بهذه المحاكمة الرقمية. تنشكرها من هذا المنبر لأنها كانت عند الموعد. هذه المحاكمة الرقمية كما قلت لكم هي كانت في نقاشات عدة، فكانت من إحدى مخرجات أو محاور إصلاح شامل لمنظومة العدالة التي أطلقته وزارة العدل هذه في السنين الأخيرة، كما أنه كان في خضم المخطط الاستراتيجي للسلطة القضائية، بل يعتبر من أهم الأوراش التي اشتغلت عليها السلطة القضائية، ألا وهو ورش تحديث الإدارة القضائية ورقمنتها. وبالفعل إن كانت المحاكمات الرقمية كانت أول مصدرها أو إرهاصاتها الأولى بالمملكة المغربية عند جائحة كورونا، وما للمحاكمات عن بعد من أثر إيجابي، إلا أن هذه المحاكمة اليوم تعتبر من المحاكمات الرقمية بامتياز، بمعنى احترمنا فيها جميع المقومات التطبيقات التي وضعتها وزارة العدل والسلطة القضائية، ألا هو تطبيق ساج 2 مدني. اليوم كما حضرتم معنا تغطية هذه الجلسة الرقمية، مشكورين. يعتبر هذا يوم 11/12/2025 يوم مشهود، وبالمناسبة هو يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وبتنزيل هذا الورش تحديث الاستراتيجي لمخطط السلطة القضائية أو لهذا المحور الأساسي لمنظومة إصلاح شامل للعدالة، بل نكون قد حققنا مبدأ مهم بالنسبة للمتقاضي وبالنسبة للمواطن المغربي، ألا وهو حقه في الولوج إلى العدالة. فبالمحاكمة الرقمية فبالجلسات الإلكترونية نكون قد قربنا
القضاء والجلسة من المواطن، من المرتفق بصفة عامة، نكون قد حققنا له ولوج بصفة شفافة وديمقراطية وسلسة، نكون قد خففنا عنه تكلفة وعباء التنقل إلى المحكمة، نكون قد حققنا له أمنا قضائيا بصرف جميع